اهلا بيكم مره تانية في حلقه جديده. ارجو من كل متابعيني على القناه لايك طبعا وشير كتير جدا للحلقه. واللي بيشوف الحلقه اول مره، لو هو شايف الحلقه عجبته وشايف ان فيها معلومات مفيده، يا ريت سبسكرايب للقناه وشير ولايك برضو، عشان خاطر ده بيدعمني وبيخليني اقدر اقدم لكم يعني معلومات جديده وحلقات جديده اول باول. نتكلم النهارده عن موضوع مهم، وهو اعلى عائد على الشهادات الثلاث سنين في مصر. تمام. النهارده في بنك المشرق أصدر شهادة ثلاثية 3 سنين، يعني بعائد يصل إلى 19%. تمام. في ناس كتير جدا اسألنا على البنك المشرق. هو البنك المشرق مش بنك منتشر قوي. هو بنك خليجي طبعا، زيه زي البنك الكويتي برضو. الاتنين مضمونين. لا، هما مضمونين من البنك المركزي. مفيش اي بنك بيفتح في مصر لما بيكون مضمون. مش حاجه اسمها بنك بيفتح ويتعرض ان هو اللي فيه مشكله والعملاء بتاعه ما ياخدوش فلوسهم. الكلام ده مش قائم في مصر، عشان انا سمعت الكلام ده من اكتر من حد. وهنعمل حلقه على الموضوع ده مخصوص عشان افهمكم دوره البنوك ماشيه ازاي، او اللي بيفتح بنك في مصر ازاي بيبقى مضمون، ولو حصل مشكله بيتم اللي هو يعني حل المشكله، حل موضوع البنك ده ازاي، والعملاء بتاعه بيتعمل فيهم ايه، وهكذا. تمام كده. طب تعال كده نشوف مواصفات الشهاده عامله ازاي. اول حاجه للشهاده، الحد الادنى لشراء الشهاده 1000 جنيه ومضاعفتها، ودي طبعا حد جميل قريب جدا من حدود الحد الادنى للشهاده اللي موجوده في بنك مصر وفي البنك الاهلي. نفس الحدود برضو، الحد الادنى بتاع 1000 جنيه ومضاعفاتها. والشهاده بتتصرف على ليها 4 دوريات. تعال نشوف الدوريات بتاعتها. دوريه صرف العائد، لو هتاخد العائد سنوي، يعني 3 مرات على مدار الشهاده، يعني مره واحده كل سنه، هيبقى 19%. لو عائد كل 6 شهور، اللي هو نص سنوي، يعني يبقى 18.90. عائد كل 3 شهور 18.80. عائد شهري 18.75. دي كده كل دوريات صرف العائد الخاصة الشهادة نازلة يعني لسه نازلة، يعني ما كملتش كام يوم. وأعلنوا عنها رسمي على موقع رسمي البنك المشرق. بكرر كلامي تاني، بنك المشرق هو بنك جديد، مش بنك متعارف عليه في مصر. ولكن هو مفيش حاجة اسمها بنك بيفتح جوه مصر بنك مش مضمون. محدش يعني مثلا عارف، طبعا السؤال ده هتسأله، ان هو هل البنك ده فلوسنا فيه مضمونة او لا. لا، فلوس مضمونة، مفيش اي مشكلة فيه. لما بيحصل مشكله، او البنك مثلا ما بينجحش، او ان هو البنك ده مثلا لقى نفسه ان هو استثماراته داخل مصر مش مجديه، بيتعمل عمليه اندماج ما بينه وما بين بنوك تانية. يعني بيحصل عمليه حاجه اسمها اندماج. يعني مثلا يوم البنك الاهلي داخل مثلا شاري مثلا بنك المشرق على سبيل المثال، بالعملاء بتوعه بشهاداتهم بكل حاجه، وبيبدا يقارن ما بين المنتجات. يعني ما بين مثلا، يقول لك مثلا البنك الاهلي مثلا في شهادات مثلا اقرب شهاده ب3 سنين في البنك الاهلي، خلاص يقول لك مثلا مثلا يقول لك مثلا الناس اللي اصحاب الشهادات هيروحوا البنك الاهلي، يعني الشهاده بتاعتهم هتفضل مستمره لغايه ال3 سنين على العائد بتاعه. لما تنتهي تخش على منتجات البنك الاهلي، مثلا اللي واخد قروض مثلا من البنك المشرق بيروح مثلا على البنك الاهلي وبيشوفوا له اقرب حاجه ليه، وبيبدا هو يعني ايه، يعني يسدد مثلا يتعامل مع عملاء القروض بنفس الكلام. يعني بمعنى اصح بيتعمل عمليه نقل العملاء من هناك لهنا على نفس المنتجات، لغايه لما بتنتهي بتخش على منتجات البنك الاصليه. وصلت؟ فمفيش حاجه اسمها مفيش ضمان. اي بنك اصلا بيخش بيسيب كمان حاجه زي ضمانه كده في البنك المركزي، عشان لو حصل مشكله بيرجع للضمانه بتاعته. يعني في شويه اجراءات كتيره قوي كده موجوده والبنك المركزي بيعملوا حاجه اسمها مخصص للبنك. اجراءات كتيره جدا وضمانات كتيره جدا. اي بنك استثماري او اي بنك تحت جوه مصر بيخش عشان خاطر يفتح جوه مصر يبقى يعملها، عشان لو حصل اي مشكله يقدر ان هو يحافظ على العملاء بتوعه، او اللي يقول لك ايه، ان العملاء بتوع البنوك ما لهمش ذنب في اللي هيحصل يعني. تمام. دي كل المعلومات الخاصه بالشهاده. اتمنى تكون الحلقه افادتكم، وان شاء الله اقابلكم في حلقه جديده. ما تنسوش اللايك والشير، ولو حد عنده سؤال انا موجود ارد عليه. واعذروني لو انا في اوقات ما بعرفش ارد على حد، لان طبعا بيبقى في ضغط عليا، فسامحوني. وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده، ومع السلامه.